السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مربى الفراولة، وازاي نقدر نخزنها من السنة للسنة وتفضل عندنا جميلة جدا بدون مواد حافظة، بأقل تكلفة وبأجمل طعم وأجمل نكهة. وسواء كانت الفراولة طازة او مخزنة عندي في الفريزر، ممكن اعمل بيها مربى حلوة جدا. تابعي معايا وركزي في الخطوات عشان اوريكي التكه المظبوطه اللي هتخليها تطلع معاكي مظبوطه وتعيش معاكي كمان من السنه للسنه بشكل جميل وطعم رائع ولون مفيش اجمل منه. عندي هنا كيلو فراوله طازه، انا هجيبه كده وهبدا انضفه. هشيل الاول البرعم اللي موجود فوق ده، وبعد ما انضف الفراوله همسكها بالسكينه واقطعها قطع. جمال المربى في شكلها القطع عن ما اضربها في الكبة او اضربها في الخلاط. هنا بيكون شكلها اجمل وبتحتفظ بقوامها، والتكة اللي هقولك عليها تخليها تاكلي المربى كأنها قطع فواكه مجففة. بعد ما اقطع الفراولة لقطع صغيرة كده، هجيب لكل كيلو فراولة هجيب لهم نص كيلو سكر. في ناس بتقول ان انا لازم كيلو الفراولة بياخد كيلو سكر، بس ده انا بعتبره كتير جدا وملهوش اي لازمة. هو كيلو الفراولة ليه نص كيلو سكر، ولازم تتنقع ليلة كاملة في السكر. في الحلة اللي هسوي فيها المربى هجيب الفراولة واحطها فيها واضيف عليها نص كيلو سكر واقلبها كويس جدا بحيث الفراولة كلها تتغلف بالسكر، واسيبها ليلة كاملة. ممكن في التلاجة عادي، ممكن برا التلاجة. كده كده السكر مادة حافظة زيه زي الملح. خلي بالك التكة دي بتخلي كل قطعة متماسكة وما بتتهريش معايا لما بسوي الفراولة. تاني يوم بعد ما نقعت الفراولة هشوف شكلها، هي شرت المية بتاعتها وبقى شكلها بالمنظر ده، وهلاقي كمان السكر مترسب في القعر. يبقى معنى كده ان السكر بتاعي كمية حلوة جدا ومتناسبة قوي. شايفين ما شاء الله المربى عملت ازاي؟ نزلت الميات اللي فيها. الميات دي مش بصفيها ولا حاجة، لا ده انا برفعها بيها على النار وابدأ هنا بقى اسويها. خلي بالك اول ما تغلي المربى لازم تهدي النار، لان هي بتفور وبتشر من الحله وطبعا ده ما ينفعش. فلازم اهدي النار عليها وابقى متابعاها وكل شويه اقلب فيها علشان ما تتحرقش. بعد حوالي تلت ساعه هجيب ليمونه كبيره واعصرها واسيب المربى عندي. شايفين الخطوات مهمه جدا تتبعيها. اعرف بقى ازاي ان المربى خلاص على كده جهزت؟ لما اجي ارفعها الاقي الميه خلاص عندي بقت قليله. هاخد حبه في طبق، لو لقيت ان لسه فيه سوائل كتيره لا استنى شويه لحد ما احس ان الميه عندي قلت خالص. يعني هنا كان لسه في حبه ميه، فانا كده مطفتش لسه على الفراوله. سبتها كمان 5 دقايق وبعدين طفيت عليها. اسيبها بقى لحد ما تبرد. انا هنا ما ضفتش لا نشا ولا اي حاجه لمربى اكتر من الليمون والسكر فقط، بس لان النشا بيخلي فتره حياتها قصيره وبتبوظ معانا بسرعه. شايفين هنا كده شكل المربى بعد ما طفيت عليها النار؟ خلاص السوائل اللي فيها قلت خالص، وبكده تكون جهزت معايا. شايفين بعد ما بردت لونها بقى عامل ازاي؟ جميل جدا. وطبعا كل الرغاوي البيضة دي اختفت خالص. وشايفين ما شاء الله قطع المربى جميلة قوي. دي ممكن تقعد عندك في التلاجة سنة كاملة واكتر ما بيحصلهاش اي حاجة. انما لو حطيت لها نشا لا ما بتقعدش فترة طويلة، ممكن اخرها اسبوعين شهر بالكتير قوي وبتكون خلاص على كده فترة صلاحيتها انتهت. عندي هنا المربى دي موجودة من السنة اللي فاتت، انا هوريها لكم. والله ما شاء الله من غير اي مواد حافظة وطعمها جميل جدا، متغيرش خالص وكأنها لسه طازة. متنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو شير ولايك لكل حبايب. انتم يا رب بصحة وعافية.